أجمل متابعين في الدنيا. هذا الفيديو ليس مقصود بيه أي حد، لكن هي حقيقة فعلا، إلا من رحم ربي طبعا. مفيش حاجة اسمها ده ما شافش مني غير كل خير فمش هيأذيني. بالعكس، احنا ما تأذيناش غير من اللي عملنا عشانهم كل خير. مفيش حاجة اسمها ده عشرة عمر وهيسونوا الأيام ومش هيتغيروا معايا ولا عليا. لا والله، اتغيروا بقوا أكتر ناس حاقدة علينا. مفيش حاجة اسمها عيش وملح بينكو ومستحيل يطلعوا أسرارك برا. لا، طلعوها ونهشوا فينا زيهم زي الغرب بالظبط. مفيش حاجة اسمها دي أختك وده أخوك والخال والد وده عايز مصلحتك ودي همها راحتك. صدقوني كل دي جمل معلبة بتتقال وخلاص. الواقع طلع حاجة تانية خالص، والناس طلعت قاسية بشكل ما يتوصفش، إلا من رحم ربي طبعا. صدقوني مش كله. القلق بقى شعور مهلك جدا للأمانة. القلق من اللي حصل واللي بيحصل واللي لسه هيحصل. القلق كمان من المستقبل. القلق على الناس اللي بنحبهم وبنخاف عليهم. والقلق كمان من الناس المؤذية حرفيا. القلق متعب زيه زي التفكير بالظبط، وقادر يهد راحتك وسلامك النفسي. عشان كده ردد دايما وقول: اللهم بدل قلقي سكينة وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح وعسري يسر وضعفي قوة. اللهم أمين يا رب.